بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. بالتأكيد الأخ الرئيس المرسومين اللي قاعد نناقشهم فعلا ساهموا في إصلاح الخلل الجسيم في العملية الانتخابية وضرورة قيامها وفق مبدأ النزاهة والشفافية والتمثيل الحقيقي لإرادة الأمة. كان هناك تزوير منظم لم تشهد الكويت بسلب إرادة الناخبين، وأنا في هذه المناسبة أشكر جهود الأخوة والأخوات اللي تصدوا لهذه العملية أيام الحكومة كانت غايبة، بل كانت متواطئة مع بعض مؤسساتها بهذا التزوير المنظم. لله الحمد استوعبت الحكومة مدى جسامة وضرر مثل هذا الإجراء الخاطئ على الوضع السياسي، والكل شهد في المرحلة السابقة كيف أن هذا التزوير أحدث هذا الضرر الجسيم في المشهد السياسي الكويتي. اليوم هذا الملف لم يكتمل إلى الآن. أنا أضم صوتي إلى أصوات المطالبين بضرورة محاسبة القائمين على هذه الجريمة الكبيرة اللي وصلت إلى القضاء الأخ الرئيس ولم تنصفه، وصلت إلى نزاهة تغاضت عن هذه الجريمة. اليوم المسؤولية مسؤولية مجلس الأمة في متابعة هذا الملف مع الحكومة. النقطة الأخرى الأخ الرئيس، هل تكفي هذه الإجراءات الإصلاحية في تمكين الإرادة الشعبية الحقيقية؟ بالتأكيد لا. اليوم احنا عندنا تحديات كبيرة فيما يتعلق بتجسيد المادة 6 من الدستور واعتبار الأمة مصدر السلطات جميعا. اليوم احنا بحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي بشكل جذري. اليوم بحاجة إلى إعادة توزيع المناطق الانتخابية والقوة التصويتية للناخب الكويتي. عندنا مجموعة من القوانين الإصلاحية المهمة، نتمنى إن شاء الله جهد الإخوان في لجنة الشؤون الداخلية أن تستعجل فيها ونأتي بها إلى التصويت حتى بالفعل نكون أمام استحقاق حقيقي للديمقراطية وتطبيقاتها وتمثيل الأمة أحسن تمثيل، حتى يكون مجلس الأمة أمام مسؤولياته فيما يتعلق بعكس وتطبيق إرادة الأمة. شكرا أخ الرئيس.